بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة بنقرأها في اليوم أكتر من 17 مرة في الصلاة، ولسه من قريب لفت نظري كلمة العالمين. أولا كده لما نيجي نجمع كلمة العالم بتبقى العالمين، وكلمة العالمين من ملحقات جمع المذكر السالم. يعني ايه؟ يعني هي كلمة جمع. طب ثانية، معنى كده ان احنا في عالمنا في عوالم تانية؟ طب هل كده نظرية الأكوان المتوازية موجودة، ولا المقصود بالعالمين ايه؟ فلما لقيت نفسي دماغي هتبدأ تشتغل فروحت اشوف التدبر. هقسم لكم المفهوم اللي احنا عقلنا البشري يقدر يتقبله ويفهمه لحاجتين. الحاجة الأولى واللي هي ممكن يكون مقصود بها العوالم الأخرى، وهي عوالم موجودة جوه عالمنا. يعني ايه؟ يعني في أبعاد أعلى أو أبعاد أقل. موضوع الأبعاد ده كبير جدا، بس اختصارا إن أنا دلوقتي احنا في البعد الثالث، عندنا طول وعرض وارتفاع وبنقدر نشوفهم، وحياتنا كلها قايمة على 3 dimensions اللي احنا عايشين فيهم. احنا كمسلمين مؤمنين بعلم الغيب، اللي هو احنا عندنا يقين وإيمان ان احنا واحنا قاعدين بيبقى حوالينا ملايكة وشياطين، واحنا ما بنقدرش نشوفهم عشان هم في أبعاد أعلى مننا. في حتة عوالم الأبعاد ديت ممكن يكون في عوالم لا نهائية عايشين معانا واحنا مش عارفين، بس اللي احنا متأكدين منه وربنا قاله لنا في القرآن ان الملايكة والجن والشياطين عايشين معانا في العالم بتاعنا، وبيقدروا يتنقلوا ما بين السماوات والأرض بكل سهولة، وعندهم قدرات أعلى مننا بمراحل. وده برضو بيفسر ان كل ما بنعلى في البعد كل ما الكائنات اللي بتبقى موجودة في البعد دوت عندها قدرات أعلى من اللي قبليها. التفسير التاني بقى اللي هي عوالم أخرى مثل الكواكب. يعني احنا عارفين ان احنا في الفضاء عندنا فضاء شاسع 100,000 مليون مجرة. احنا لوحدنا في 100,000 مليون مجرة دي، احنا لوحدنا في مجرة درب الدبانة بس، الله أعلم. وكل الكون اللي أنا بتكلم عنه ده لسه في سماء واحدة، في لسه 7 سماوات تانية. طب فعلا هل نظرية الأكوان المتوازية دي حقيقية؟ احنا ممكن نكون في كل سماء احنا موجودين بعالم تاني، بدنيا تانية، بعيشة تانية، الله أعلم. بس احنا دلوقتي متيقنين ان احنا مش عايشين في عالم واحد ولا عالمين، احنا عايشين في عوالم كتير، واللي كل يوم في ال5 صلوات بنشهد ان ربنا رب العالمين دي ومالك كل العوالم دي. لما بدأت أفكر في الموضوع ده حسيت ان احنا مقصرين جدا مع القرآن. في أسئلة احنا محتاجين نعرف إجابتها، بس لسه ما عندناش الوقت وتفريغ النفس علشان نقدر نطلع العلم من القرآن العظيم. بجد نفسي لو أي حد توصل لأي تدبر أو برضو استوقفته آية يدور عليها، وفعلا هيلاقي العجب العجاب. مش بعيد ينبهر زي ما أنا انبهرت بآية صغيرة كلنا بنقولها كل يوم ومش حاسين بكمية المعاني اللي بتحملها هذه الكلمة. ففعلا سبحان الله وتبارك الله أحسن الخالقين.